السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم بفيديو من اقرب الفيديوهات لقلبي بجد، وانا بصوره وانا بشتغل عليه بكون حاسة كده بالحماس ندخل في الموضوع على طول. ربنا يجعله عام دراسي سعيد يا رب كده، ويعين كل اب وام ويوفقهم في المهمة اللي جاية. انا هستعرض معاكم، يعني الفيديو هيكون على جزئين. الجزء الاولاني يعني الفيديو نفسه انا اسماء الجزئين. الجزء الاولاني هيكون الكتب الخارجيه. انا عندي السنه دي ان شاء الله اولى بكالوريا، وعندي كمان ستة ابتدائي. تمام. طبعا اولى بكالوريا هقول لكم ايه اهم الكتب الخارجيه. زي ما انتم شفتوا كتاب الامتحان طبعا ده جاي بناء على طلب المستر. تمام. الانجليزي المعاصر ملوش منافس. عندنا برضو التاريخ والفلسفة والعلوم المتكاملة، التلاتة دول لو هتجيبوا فيهم هتجيبوا طبعا الامتحان بدون تفكير، بنروح ان شاء الله على كتاب الامتحان على طول بنجيبه. طبعا الاسعار بظهرها لكم. عندنا كمان فاضل لنا الرياضة والعلوم المتكاملة، دول انا ما عرفتش اجيبهم لان هم اصلا لسه ما نزلوش، محدش عارف اي حاجة، وربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله السنة دي. طبعا المعاصر هيكون الرياضة هيكون معاصر. العلوم المتكاملة برضو الامتحان ملوش منافس. فدي كانت اهم الكتب الخارجيه. جبنا برضو السكتشات دي، جبناها عشان خاطر الدروس. يعني سكتشات المدرسه اللي احنا لقيناها مسطره، كلها مسطره، بس الماتيريال بتاعتها كويسه جدا. السكتش 100 ورقه، سعر القطعه 40 جنيه. كان قال لنا لو هناخد كرتونه بحالها، الكرتونه تقريبا كانت هتكون في كلها 60 سكتش ب 1920. يعني السكتش الواحد عامل 32 جنيه. بس بصراحة احنا جبنا يعني على قد احتياجنا بس. نيجي بقى للصف السادس الابتدائي، برضو احنا جبنا سلاح التلميذ. سلاح التلميذ طبعا كويس جدا في العربي، برضو بناء على طلب المستر. طيب هتقولوا لي لو انا هذاكر لاولادي، لو انت اللي هتذاكري لاولادك في البيت هنجيب بس المعاصر انجليزي، وهنجيب سلاح التلميذ رياضة، واي حاجة تانية بصراحة يعني كامل احترامي لكل الاصدارات. الاضواء. الاضواء حلو جدا، الماتيريال بتاعته، صور الشرح، الاسئلة. ده لو انت هتذاكري لاولادك في البيت. لكن لو دروس طبعا اغلب المدرسين بتطلب سلاح التلميذ، عشان خاطر سلاح التلميذ متعاقد ومشارك في يعني اعداد المناهج. طبعا بس اسئلته كتير. سلاح التلميذ برضو السنه دي في العلوم وفي الدراسات عامل شغل حلو جدا ما انكرش، بس الاضواء بيكون بيشد الطفل اللي سن برضو 6 ابتدائي، لسه يعني يعتبروا صغيرين، بالصور وطريقه استعراض المنهج واستعراض الدروس بيبقى حلوه جدا، وبرضو في اسئله كتير. بس انا هنا جبت كله سلاح التلميذ. بصوا بوريكم برضو الكتاب السنه دي سلاح التلميذ بصراحه عامل شغل حلو جدا زي ما قلت لكم في العلوم والدراسات. لا في شرح كتير وفي صور. تمام. وكتاب التربيه الاسلاميه ده اساسي معانا، مش عشان خاطر بس نسب النجاح بقت 70%. لا لا، هو لان انا بشوف بصراحه ماده التربيه الاسلاميه مش من اهم المواد، هي بالفعل من اهم المواد، هي اهم ماده. وفيها المنهج حلو، المنهج فيه قصص من القران وقصص انبياء، فالمنهج بصراحه حلو جدا. طبعا الانجليزي معاصر برضو ملوش بديل. طبعا وريتكم كل كده الاسعار. جبنا كمان يبقى برضو السكتشات، جبنا زي ما قلت لكم كده، دي للدروس، لان المدرسه بتطلب المسطر، وبتطلب سكتشات انجليش، وبتطلب كمان سكتشات اللي هي نص ملي للرياضه. فدول ما لقيتش فيهم غير كله مسطر بس، فاستكفينا بيهم للدروس. لكن المدرسه ان شاء الله هيكون ليها سكتشات تانية ان شاء الله هنشوفها برضو ايه مع بعض. جبنا بقى الاباجوره دي عشان يعني يبقى نظام دلع كده، وتعمل اضاءه. دي كانت عامله 165، وتزود الاضاءه كده تبقى متركزه كويس على المكتب. وحلو كمان ان هي فيها مكان، يعني تعتبر اباجوره ومقلمه فيها مكان تتحط الاقلام. احنا طبعا عشان ان شاء الله السنه الجايه عندنا ثانويه عامه بقى، تانية وتالتة بامر الله، هم تانية وتالتة بكالوريا دول ثانويه عامه خلاص. فقلنا السنه دي نجيب كل الدلع، نركز كل مواردنا. طب تتقسم بين الدلع وبين الحاجات الاساسيه، لان ان شاء الله السنه الجايه خلاص بقى الدلع هيتمنع الصراحه يعني. بصوا بقى احنا جبنا حاجات زي ما قلت لكم ان شاء الله، يعني عشان السنه الجايه الله اعلم بينا، بس قلنا نجيب حاجات يعني ما نخليش في نفسها حاجه. كل حاجه هتلاقوا مكتوب عليها ايه الاسعار. النوتس دي بتبقى يعني بتكتب فيها مواعيد بقى الدروس، بتكتب فيها يعني البنات انتوا عارفين بيحبوا الحاجات دي. في حاجات اسعارها 10، في حاجات اسعارها 25. برضو النوت دي كانت حلوه جدا جدا.
يعني بصوا، يعني هي زي الاجندة كده، دي سعرها عامل 85. الستيتش بتتقفل بكبسولة كده، تمام، كلها مسطرة تسطيرة عادية ما فيهاش اي حاجة يعني من جوه، بس والخامة بتاعتها كويسة قوي. يعني دي تبقى معاها بقى يتعمل فيها زي ملخصات، مثلا انا هذاكر ايه النهارده، يتكتب كده مثلا انجزت ايه في اخر اليوم بتاعي، بحيث برضو يبقوا منظمين نفسهم وعارفين ايه. السكتشات بقى جبناها من هنا من عند كمال سعد. الكتب الخارجيه والسكتشات الاولانيه دي احنا جايبينها من الفجاله تقريبا، من عند سنتر اولاد الغريب تقريبا اسمه كده، عشان احنا هنا من اسكندريه، بس احنا نزلنا بصراحه كنا في القاهره وقلنا نجيبها من هناك. لكن السكتشات دي جايبينها من هنا المنشيه من عند كمال سعد. السكتش ال100 ورقه كان عامل 40 جنيه، والسكتش ال80 ورقه كان عامل 35 جنيه. طيب والولاد اللي بيبوظوا المقالم والمقلمه القماش اللي بتتقطع كتير، فبصراحه جبنا المقلمه دي، هي عامله 100 جنيه، بس الماتيريال بتاعها بلاستيك قوي جدا، زي ما انتم شايفين، بحيث يعني ما تتقطعش بقى وما تتهربتش والقلمه ما تتدغدغش جواها. فبصراحه هو يعني المكان اللي جبنا منه، جبنا من مكتبات زين هنا عندنا في العالمي ناحيه ابو يوسف. بصراحه يعني هو قالك هي دي هتبقى كويسه جدا. المقلمه دي برضو جبناها كده للالوان، عامله 70 جنيه. هنوريها لكم برضو من جوه. بصوا ما فيهاش اي حاجه، بس هي التقفيل والخامات. احنا جبنا ماتيريال، يعني احنا قلنا السنه نجيب ماتيريال عشان كل سنه وانتم طيبين، خلاص بقى. يعني خلاص بعد كده ان شاء الله يعني هيكون ايه، ما اعتقدش اصلا تانية وتالتة بكالوريا مفهومش مدرسة اساسا ان شاء الله، يعني ده لو ما اخترعناش حاجات جديدة. فخلاص احنا بنجيب بقى عشان نقول هو ايه، اشبعي بقى خلاص شكرا كده. برضو دي كانت ستيتش كده ومعاها العلاقة بتاعتها، دي كانت عاملة برضو 100 جنيه. برضو يا جماعة ماتيريال، احنا كنا بندور على ماتيريال اكتر من اي حاجة، بحيث حاجة ان شاء الله تعيش معانا بقى نكملها عمر بأمر الله. كام سنة كده ايه جايين. بصوا يا جماعة، الولاد مضغوطين، احنا بنحاول، مش شرط ان احنا لازم، يعني احنا مثلا السنة دي انت مش هتلاقيني ان انا جايبة شنط. انا عندي شنط، جبت شنط السنة اللي فاتت، شنط الحمد لله كانت متينة وكويسة جدا، لا تكمل معانا سنتين تلاتة. مش شرط ان انتوا تجيبوا لكل الولاد، طبعا مش شرط ان انتوا تجيبوا كل ده، يعني الكلام موجه للاولاد اكتر. مش كل حاجة احنا جايبينها مثلا انتوا لازم تجيبوها، احنا نخلينا في الاساسيات وشوية حاجات كده هتفتح النفس. انا السنة دي مثلا عندي استثناء، طبعا اللانش بوكس ده الماتيريال بتاعته فوق الممتازة، كان عامل 75 جنيه، وحجمه كبير، يعني ممكن ترصي فيه اكتر من حاجة. جربته طبعا قبل ما استعرضه لكم، حلو جدا. جبنا برضو الزمزمية دي، هوريكم برضو بتتفتح ازاي وكل حاجة. برضو الماتيريال بتاعها عالي جدا، عاملة 165. زي ما قلت لكم في حاجات انا عارفة ان سعرها يمكن يكون اوفر شوية، والله ولو اني مش اوفر في الزمن اللي احنا فيه ده ولا حاجة، بس الله المستعان. احنا بنجيب حاجة طبعا بتتحط في الشنطة مع الولاد وطول النهار، وبيقعدوا ممكن الساعة 4 والساعة 5 وهم بره البيت، فاحنا عايزين تكون خامة كويسة وان شاء الله حاجة ايه تعيش معانا. ودي زي ما قلت لكم كانت عاملة 165، بحيث تقعد المية فيها حتى لو قعدت لاخر النهار اللي لا طعمها ولا ريحتها ايه يغيروا معاكي. هنا برضو جبنا الاقلام دي، القلم واحد عامل 10 جنيه. بصوا في انواع اقلام يا جماعة عاملة 5 جنيه، كويسة وجميلة وبتقضي الغرض. بس صدقوني والله القلم بيقعد 10 ايام لاسبوعين وبتلاقيه خلاص. اصلا انت لو بصيتي في الانبوبه بتاعتهم انت هتلاقي نصها، هتلاقي الانبوبه رفيعه جدا وهتلاقي نصها بس مليان. فانا قلت اجيب حاجه اعلى شويه، في اقلام هتلاقوها عامله 10 واقلام هتلاقوها عامله 15 زي ما انتم شايفين كده، بس بتديك خط كويس جدا، وكمان بتقعد مده اطول شويه. فيعني في حاجات كنا جايبينها من السنه اللي فاتت من الحاجات دي وطولت معانا مكمله والله لحد السنه دي. اكيد مش القلم بنكتب بيه بقالنا سنه، بس الحاجات كانت كميتها قليله وفعلا قعدت معانا كتير. فاحنا قلنا السنه دي هنكرر التجربه بكميات اكبر شويه، عشان ان شاء الله بقى ايه يعني مكملنا عمر واجل لسنتين قدام، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. ده القلم ده ليا كده، قلم الجوهرة. انا بعتذر عن الصوت اللي بره، انا بسجل لكم الصوت ده الساعه 2 بالليل عشان خاطر الدنيا تبقى هاديه وبرده مفيش فايدة. فالله المستعان. قلم الجوهرة ده ب20 جنيه برضو، ده قلم جاف، وده برضو كان قلم جاف، وده كان سعره 15 جنيه. طبعا البنات مهووسة بستيتش، فقلنا مش هنحرم من حاجة، خلينا نجيب كله ستيتش في ستيتش. الأقلام الرصاص، القلم السنون ده كان عامل 10،
والقلم الفبريكاسل برضو عامل 10، والقليمة الرصاص التانية الأنواع العادية القلم عامل 5 جنيه. برضو بما إني ما عنديش مراحل بقى خلاص بتستهلك أقلام رصاص كتير، فبصراحة ما حبيتش إن أنا أكتر من الأقلام الرصاص. طبعا لسه ولا حطيتي لايك ولا عملتي اشتراك ولا أي حاجة ولا دعمتيني بأي شكل من الأشكال، ماشي يا ستي شكرا. يلا ما ننساش اللايك الحلو والدعم. طبعا الأقلام الجل، الأقلام الجل دي طبعا اللزوم بقى الدلع والترتيب، ولما نبيض في الاسكتشات. الطقم ده كان عامل على بعضه 110. بصراحة أنا شايفة سعره على 24 لون 110. انتي لو حسبتي هتلاقي القلم مثلا عامل مش عامل 2 جنيه ونص تقريبا، ولا أنا بحسب غلط ولا ايه؟ يقولوا لي أنا في الكومنتات يعني لو أنا بعك. ماشي ثواني كده هشوف أقول لكم. طبعا بعتذر، القلم عامل 4 جنيه ونص والله مش عارفه انا جبت الحسبه بتاعت 2 جنيه ونص دي منين، بس ما علينا يعني. جبت برضو الاقلام الجليتر. الاقلام الجليتر تقريبا كان الطقم كان عامل 60 جنيه. برضو اقلام الجليتر دي بتفكرني بايام بصراحه الكليه، كنت بحبها جدا يعني، ما كنتش لا كنت بحبها جدا. ده الطقم برضو كله على بعضه اقلام كده زي فلاش، برضو بتخططي بيها بتحددي بيها. الطقم برضو كان عامل 35 جنيه، في تقريبا 10 قطع، 10 قطع ب35 يعني 3 جنيه ونص للقلم، برضو طبعا سعر كويس. هايلايتر بريما ده كان سعره بصراحه ما كنتش فاكره سعره بالظبط ايه، بس كان بيتراوح في رينج من 30 ل 40 جنيه، يعني انت هتلاقيه ب 30 ب 35، ما اعتقدش ابدا ان هو يوصل ب 40. برضو جبنا الالوان دي من دومز. طبعا الالوان فابريكاسل، بعد كده ديلي، بعد كده اي حاجه تانية، بس هم بصراحه التوب فابريكاسل وديلي. بس احنا يعني جبنا دي حاجه تقضي الغرض طبعا، يعني الحمد لله ربنا يبارك للمنظومه واللي عملها. مفيش وقت خلاص لحصص الرسم، مفيش وقت للابداع، مفيش وقت لاي حاجه. جبنا برضو الهايلايتر من كات، انصحكم بيه وبشده. القطعه منه عامله 25، ده الحجم الكبير، في حجم اصغر شويه عامل في رينج 20 15 يعني، بس بصراحه هايلايتر قوي جدا، كنا مجربينه من السنه اللي فاتت. دي كانت مشترياتنا، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. ومتنسوناش تاني الدعم باللايك والاشتراك. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا هو لسه فاضل شويه حاجات كده رفايع طبعا، يعني شويه برايات شويه حاجات. مش عارفه كنت بختم الفيديو ليه، الفيديو لسه مكمل، انا ليه بختمه؟ مش بروح الساعه 2 بالليل فخلاص بقى فصلت. برضو الجوم الفبريكاسل كانت عامله 10، البرايات الفبريكاسل والجوم كلهم عامله 10، والجلو تقريبا برضو 10. واخر حاجه كانت معانا البرجل. كده بقى نختم وشكرا السلام عليكم ورحمه الله.